السلام عليكم. أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في نزال بطولة العالم للوزن الخفيف بين البطل الداغستاني الأسطوري إسلام مخاشيف وخصمه الأمريكي الدموي داستن بوريه، وكيف تمكن إسلام من القضاء على بوريه والإجهاز عليه بعد نزال ناري بكل معنى الكلمة ومليء بالدماء والإثارة. فتابعوا معنا، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أحببتم المقطع. أقيم اليوم نزال من أمتع النزالات على الإطلاق، نزال بطولة العالم للوزن الخفيف بين اثنين من أعظم وأهم المقاتلين في تاريخ الوزن الخفيف، بطل العالم الداغستاني المهيمن إسلام مخاشيف والمقاتل الأمريكي المجنون داستن بوريه المشهور بدمويته وجنونه. وقد فاجأ الأسطورة والبطل السابق حبيب نورماغوميدوف الجماهير بحضوره إلى جانب إسلام والوقوف في زاوية فريقه، على الرغم من أنه لم يفعل ذلك الأمر منذ مدة طويلة، وذلك إن دل على شيء فهو يدل على أهمية هذا النزال وصعوبته. وأخيرا اجتمع المقاتلان داخل الحلبة، وكل منهما يخطط لسحق خصمه وهزيمته بأفظع الطرق الممكنة، وخاصة بوريه والذي كان متأكدا أنها الفرصة الأخيرة له في مسيرته للحصول على لقب البطولة الذي طالما حلم به. وهنا دقت ساعة الصفر وأعلن الحكم بدء النزال، ولم ينتظر المقاتلان طويلا حتى يطلقا العنان للكماتهما. فبدأ إسلام الجولة بعدة لكمات لوجه بوريه آلمته وأجبرته على التراجع للخلف، فاستغل البطل الداغستاني ذلك الأمر وقام بحمله ورميه على الأرض بكل براعة، وبدأ بمحاولة إخضاعه عن طريق فتل الذراع وراء الظهر، ولكن بوريه استطاع النجاة من تلك الوضعية ليدخل في موقف لا يحسد عليه أبدا عندما أعطى ظهره لإسلام، والذي قام بلف قدمه حول ظهر بوريه وبدأ يكيل اللكمات له ويحاول خنقه ويحاول لف يديه حول عنقه. ولكن البطل الأمريكي تمكن من النجاة ببراعة من محاولات الإخضاع المتتالية، واستطاع الصمود حتى صافرة انتهاء الجولة الأولى. Good left hand. Oh, beautiful takedown by this leg. Oh, look, see? Control the body, coming up on a minute to go in the round. Nothing but top. Oh, that's a bad. وفور أن بدأت الجولة الثانية وجه بوريه ركلة لإسلام، فأمسك إسلام بقدمه وحاول إسقاطه أرضا مرتان متتاليتان دون جدوى، وذلك بسبب الدفاع الممتاز من طرف بوريه. وثم وقف المقاتلان في وسط القفص وبدأ يتبادلان الضربات واللكمات بكل ما يملكان من قوة، وكان إسلام هو المتفوق في ذلك الأمر أيضا. وبعدها التحم المقاتلان عند السياج، وازدادت ثقة المقاتل الأمريكي بنفسه، فبدأ بإطلاق قذائفه المدمرة تجاه إسلام، ولكن البطل الداغستاني بقي هو صاحب اليد العليا وتمكن من إسقاط خصمه أرضا قبل نهاية الجولة بقليل. وأما الجولة الثالثة فلم تختلف كثيرا عن سابقاتها، حيث بدأ إسلام الجولة بضربة قاسية بركبته لرأس بوريه كسرت عظم أنفه، ومكنت إسلام من الإمساك به وإسقاطه أرضا بكل براعة. وهنا عاد البطل الداغستاني ليوجه اللكمات لرأس بوريه ويحاول خنقه وإخضاعه من الخلف مجددا، فامتلأ وجه المقاتل الأمريكي بالدماء، ولكنه استطاع الهروب والوقوف على قدميه مجددا، وعاد للانتقام من إسلام وأصابه بعدة لكمات قوية.
وأما الجولة الرابعة فقد بدأت بشكل دموي وعنيف، حيث دارت حرب حقيقية من اللكمات في وسط الحلبة، وتمكن إسلام من إصابة بوريه بعدة ضربات مؤثرة قبل أن يحاصره عند السياج ويسقطه أرضا من جديد. وهنا اعتلى إسلام ظهر بوريه وحاول إخضاعه بشتى الطرق، فقام بوريه بالدوران حول نفسه وإسقاط إسلام، وثم أصاب إسلام بضربة فجائية بكوعه أسالت الدم من جبهة إسلام وأزعجته بشدة، ليمضي إسلام ما تبقى من وقت الجولة وهو يحاصر بوريه عند السياج. وهنا وصل المقاتلان إلى الجولة الخامسة والأخيرة، حيث دخل بوريه إلى القفص وهو يعلم أن عليه أن يقدم كل ما لديه وكل ما تعلمه في مسيرته للفوز بهذه البطولة وتحقيق حلمه. فأمضى المقاتلان الدقائق الأولى من الجولة وهما يتبادلان اللكمات وسط الحلبة بكل ما أوتيا من قوة، قبل أن ينجح إسلام بالإمساك ببوريه وإسقاطه أرضا، وثم قام بلف يديه حول عنق بوريه بحركة إخضاع محكمة أجبرت المقاتل الأمريكي على الاستسلام، فأسرع الحكم لإبعاد إسلام عنه وإنقاذه من براثنه. ليكرر إسلام ما فعله صديقه حبيب بوريه وبالطريقة ذاتها. وفور استسلام بوريه بدأ حبيب عثمان نورماغوميدوف بالقفز والضرب على الأرض بكل حماس، وثم اقتحم القفص لحمل إسلام وتهنئته على ما فعل. وهكذا تمكن البطل الداغستاني من الإجهاز على بوريه كما وعد جماهيره بعد نزال مثير وممتع حقق كل التوقعات وكل أمنيات الجماهير، ليستمر البطل الداغستاني بالهيمنة على بطولة الوزن الخفيف ب26 انتصارا، وبذلك أصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ UFC، وتجاوز رقم أخيه حبيب نورماغوميدوف. فما رأيكم فيما حدث في هذا النزال؟ نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بأمان الله.